اهلا بحضراتكم. عدنا بعد الفاصل. الحوار موصول مع ضيفي العزيز الوكيل الموقر للمجلس الموقر السيد الشريف. اهلا بيك مره ثانيه. اهلا وسهلا. نفتح ملف البرلمان في دور الانعقاد الاول، والحقيقه كان برلمان اسخن حتى من توقعاتنا وشهور اسخن من البدايات. لازم اعترف لحضرتك ان انا حتى ما كنتش متحمس قوي للبرلمان في البدايه وقت الانتخابات واللي حصل في الانتخابات، لكن الحقيقه فاجئتونا ان انتوا اسخن وانشط مما توقعنا. لكن في انتقاد بيوجه للبرلمان مفاده انه اديتونا بداله جيده ان انتوا هتعملوا نوع من الدفاع الحقيقي عن احلام المواطن وامال المواطن، لما في الاول اشتركتوا مع الحكومه ورفضتوا قانون الخدمه المدنيه، ثم بعد ذلك تحول البرلمان الى برلمان الموافقون. وافقتوا حتى على قانون الخدمه المدنيه، وافقتوا على قانون القيمه المضافه، وكل طلبات الحكومه استجبتوا ليها على عجل. طبعا كلام سيادتك ظاهره الرحمه وباطنه والله. ولكن انا بس عشان اوضح لان ده انا واجبي ان انا انقل لحضرتك كل اسئله واراء الشارع، وحضرتك طبعا موجود. لا، ما انا مبسوط لان برضو دايما اقول لزملائي يجب ان كنتوا تفرقوا ما بين الشخصيه العامه والشخصيه العاديه. تمام. الشخصيه العامه يجب ان يكون صدره يتسع لكل نقد محترم وكل بدون تجريح طبعا. احسنت. اولا لازم نكونوا يعني واضحين، وانا هتكلم بمنتهى الصراحه. اتفضل يا فندم. المجلس، هذا المجلس وانا بخبره يعني يمكن من 87 90 بدات في سنه 90 العمل النيابي الى هذه اللحظه. انا اشهد وانا لا اقول الا الصدق ان هذا المجلس فعلا من المجالس المميزة على مدى تاريخ الحياة البرلمانية منذ 1924. وانا ما بتكلمش من فراغ لاني بناء على واقع حقيقي. انت ما شفتش جلسة تمر داخل المجلس عمرها 17 ساعة او اكثر من 17 ساعة وظل النواب. ما شفتش مجلس يبدأ البنيان التشريعي بتاعه باقرار مشروعات بقوانين صدرت في غيبة المجلس وقت المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت، وكذلك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي. صدرت هذه المشروعات بقوانين وعددها 342 مشروع قانون طبقا للدستور وطبقا للمادة اللي موجودة في الدستور. مطلوب من المجلس انهاء مشروعات القوانين في فترة لا تتجاوز 15 يوما من وقت انعقاد المجلس. هذا الامر انا شاهدته، لم اشهده في حياتي، انك انت تظل في المجلس ليل نهار. احنا احيانا كنا يعني بنغير القميص والبدله ونقعد ونشطف في داخل المجلس عشان نقر مشروعات القوانين. تمام. حتى لما جه مشروع قانون الخدمة المدنية، وانا احب اوضح لحضرتك. اتفضل. واستشعر المجلس، كان المجلس ولا زال المجلس، وانا اكد ليك ان مجلس بالدرجة الاولى مصري خالص محب لبلده بدرجة 100%، مش درجة 99%. وانا لا اقول الا الصدق والحق. بمعنى ايه الكلام بتاعي؟ يعني النهاردة عندك مجلس مقدم على حركة برلمانية جديدة، عايز لائحة جديدة. عندنا مقتضيات حركة داخل اللجان تتطلب التوسع في عدد اللجان عشان نستوعب بعض اللجان اللي هي زي الطاقة والمتجددة وزي مشروعات الصناعات الصغيرة، بعض المجالات الجديدة اللي تم استحداثها. وكان العدد 19 لجنة، أصبح 25 لجنة. تمام. اللائحة الجديدة عدد المواد اللي احنا قعدناها حوالي 438 مادة. ودي لائحة كبيرة جدا. بحكم خبرتي في البرلمانات الخارجية وأيضا دراساتي اللي أنا درستها في الحياة النيابية خارج مصر، درست في إيطاليا ودرست في إنجلترا ودرست في حتى في دول آسيا والدول العربية، في الكويت، المغرب، البرلمانات اللي فيها واللوائح لا، احنا عملنا شغل يعني فعلا عشان نخرج بمجلس له قيمة يمكن كبيرة جدا. والدليل على كده
يمكن الكلام اللي اتكلمه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في بداية افتتاح الدورة البرلمانية اتكلم على لفظ ممكن يعدي على بعض الناس: بناء الدولة المصرية المدنية الديمقراطية الحديثة. هذا اللفظ اللي اتقال ده مطلوب من المجلس النيابي، ده تكليف، ده يعتبر تكليف، وبالتالي احنا بنحول هذا الكلام مش لمجرد شعارات تمام. عشان أأكد ليك والله يعني فعلا يا أستاذ سامر مضى عهد اللي هو الشعارات الجوفاء تمام. مضى عهد الكلام اللي هو غير واقعي. طيب انا مقدر الجهد اللي بذل سواء في انجاز مشروعات القوانين اللي كانت مطلوبه في 15 يوم وعجبتني، مش هقدر اقول الحيله لكن التخريجه القانونيه